من الفعاليات الثقافية والأنشطة التي يقيمها اتحاد الأدباء والكتاب السريان، والتي دأب أن يقيمها في مناطق سهل نينوى، منها اليوم في بغديد، حيث أقيم حفل توقيع كتاب العرس المدمى للشاعر أبلحة ياكو. الحقيقة يعتبر هذا الكتاب صورة للعرس المدمى، للعرس الذي ألهب جثث 145 شهيدا سقط في هذه القاعة. تعتبر هذه الكارثة ملهمة للشعراء الذين كتبوا في مواضيع شتى، والتي كانت تثير الأحزان، تثير المآسي التي شهدتها البلدة والتي شهدها السريان وكذلك المسيحيين على مدى تاريخهم، حيث يعتبر عرس بغديد المدمى هو حلقة في سلسلة من المجازر والمآسي التي وقعت على شعبنا من يوم مذبحة سيفو، كذلك سميل، كذلك سوريا وسيدة النجاة، والكثير من المحطات المؤلمة لشعبنا. يعتبر هذا الكتاب هو إثراء للمكتبة السريانية والعربية في سهل نينوى، حيث كانت بكر إصدارات الشاعر أبلحة ياكو. كتب فيها بما فيه الكفاية من الرثاءات، وكذلك الكتابات الجنائزية التي تستذكر بها شهداء عرس بغديدة. السلام عليكم، وسعدتم مساء أيها الحضور بحفظ ابتساماتكم في القلب وألقابكم أيضا في القلب. يسعدنا أن نتواجد هنا ونحن محملين بهذا الوجود والإرث واللغة، أن نحتفي بتوقيع كتاب أو مجموعة شعرية للشاعر أبلحة ياكو بعنوان العرس المدمى. هذا الحفل ينظمه اتحاد الأدباء والكتاب السريان. ذهبت بيشخ من مملة خوياض الصفر وسايو من مقرور لرابي أكد شباق أحضيرا ميقرأ كل شماه شلاما اللوخن شمت حويادة صفر وسايو السرياي مقروبا حبه وإيقارة لحمر توخن وشوكة توخن إديو شرك توخن إديو عم كثاوة خاثة ببلاطة مش حاثة مغزوية لنورة لبواثن انخشوي ختمة ختنانة وما بريلة وخلص له ايتنانة ولبش اللي هجو مندي إيلو كبيرة قهابة سوثة بغلطة قاعد خبو ديلو أن تخمني هادخ تنانا ليوة إيلي خنورة بلبت كلن وأي نورة كل دقيقة مبرخة مندي خاثة خرعيانة خاثة خمحكيثة خثة خأقرت خثة طالت كل علمة تأخني إيوخ عمة كيبوخ شلامة كيبوخ حبة كيبوخ عياشة بأمينوثة عن كل خنة وبرشكي كله إيوخ بآية خاية قبأوخ خاية اقبل خختة خهخ خاهي بسيمة عم كل أنت عيشي منن لتن ترميثة مشروع تتأودخ درقلوثة دجمنايوثة من براشة الهادخ اقرتن إيلة تأمرخته كله أخني إيوخ خك مناشي بآية شلامة بآية حبة بآية خيوثة آدي كثاوة آدي ميقرأ بوالي ثلاثة من ديانة ثلاثة نقزة قمايا وتقيل قلبه وتقيل بعياشة بماري هيلة نقزة تتري هذه قدشة بماري ما أثوى قاوة وما ولا من ديانة
طالت أي علم دي بعياش أدي يوما وإذا طلافة بماري لآذي ملوءة هذا الموضوع لا زال حيا ليل خريصة ولك خالص. كم طأنيهن وأخني شتيقه، كم طأنخهن وأخني قباخخ، رخش لأرخى منهن هل دم قرقم لشم وزدي لسهمح، أبقى رخش لمنهن ونهن قوريهن قويرا مايا ومعموديثا، قويرا رازد شليحة وقويرا كله سدر التخملياثن، هل دبلطلا من قورواثن وبلقلا إيناثن بصلمهن وأخني كم عيطخ هربت بيشخ آخر. أدعو زميلي الشاعر والإعلامي نمرود قاشا لإدارة الجلسة النقدية الخاصة بالمجموعة الشعرية العرس المدمى، فيتفضل. السلام عليكم. أقولها بالسريانية السورث، إحدى لهجات اللغة الآرامية، لغة السيد المسيح. شكرا لزميلي جميل الجميل على هذه الكلمات الجميلة، كلمات الترحيب بكم. وأكرر أنا أقولها بملء الفم، شكرا لاتحاد الأدباء والكتاب السريان، وهو يجمعنا في أماسي أدبية. نبدأ جلستنا الأولى هذه بدراسة نقدية للدكتور فرح أدور حنا، تدريسي في جامعة الحمدانية. الدراسة بعنوان القصيدة الطويلة، قراءة في أسلوبية في مجموعة العرس المدمى. يتفضل دكتور فرح. مساء المحبة والشعر. لقد تضمنت هذه المجموعة الشعرية 15 نصاً شعرياً توزعت بين نصوص شعرية تنتمي إلى ما يصطلح عليه بالقصيدة الطويلة، وبين نصوص أخرى تنتمي إلى ما يعرف بالقصيدة شبه الطويلة أو متوسطة الطول. وقد جمع هذه النصوص محور مضموني واحد وفكرة مركزية واحدة يمكن تسميتها بفكرة بين قوسين الفجيعة. فقد طرحت هذه المجموعة الشعرية تلك الوقائع الدامية والمريرة التي تعرض لها أبناء شعبنا المسيحي، ولا سيما مأساة حريق قاعة الهيثم المروعة. وكذلك رصدت هذه المجموعة الشعرية تلك الاعتداءات الآثمة والغاشمة التي قام بها أولئك الظلاميون الإرهابيون الذين اندسوا خلسة فحملوا معهم الموت والدمار والخراب والتهجير لأبناء شعبنا. لذلك يمكن القول إن هذه المجموعة الشعرية تمثل وثيقة شعرية مهمة يؤرخ بها لتلك الأحداث والمواقف العصيبة. لقد اعتمد الشاعر في كتابة هذه النصوص الشعرية على لغة شعرية متدفقة بانسيابية عالية ومشحونة بطاقة انفعالية ووجدانية واضحة، حملت معها مصداقية صريحة في التعبير والتشكيل معا، إذ نجد أن الشاعر ارتكز في بناء نصه الشعري على تأليف العبارة السلسة الموحية المشكلة بعفوية طافحة، معتمدا فيها على الأسلوب الشعري المعروف السهل الممتنع، والذي امتزج فيه الواقع التاريخي المباشر بالمخيلة الشعرية، فأنتجا معا لغة شعرية أنيقة حملت بين ثناياها روحا مأزومة وإحساسا ممزوجا بالأمل والأمل. لقد قدم الشاعر أبلح دياكو في مطولته الشعرية العرس المدمى مأساة بغداد العصرية، تلك المأساة التي أدمت القلب والعقل والضمير، والتي اعتصرت الروح والوجدان. قدمها بأسلوب شعري امتزج فيه الدم بالحبر والتعبير بالنار والخيال بالدخان. لقد حمل ديوان العرس المدمى هماً وألماً جمعياً
اختصر فيه الشاعر أوجاع شعب بأكمله، ملخصا مآسيه ونكباته، كما حاول جاهداً أن يضمد جروح هذا الشعب وأن يواسي متألميه، مستنجداً بماضيه وتراثه العريقين، آملاً في غد أنقى وأجمل كي يكون بديلاً ناجعاً عن أيام سود عجاف. كل الشكر والتقدير للدكتور الناقد فرح أطول. حقيقة هذه المجموعة كما جاء في مقدمة الدراسة النقدية هي وثيقة شعرية لخصت مآسي بغداد ومآسي شعبنا بشكل عام في الكثير من المواقع. كل الحوادث التي اضطر شعبنا أن يلاقي مجموعة من الأعداء في سبيل محاربة هذا الشعب الطيب. فكل التقدير والاحترام للدراسة لدكتور فرح. فاتني أرحب بالناطق والسعودي الحاضر معنا في هذه القاعة. كل التحية والترحيب بالأستاذ الشاعر سعادة محمد رئيس اتحاد أدباء نينوى والمبدع المرافق له. الدراسة الثانية للأستاذ الناقد طالب العيان بعنوان العرس المجمع، قراءة أسلوبية في مجموعة العرس المجمع. تفضل أستاذ طالب. تفضل أستاذ. حقيقة أنا سعيد جدا بهذا اليوم لأني أول مرة أزور مدينة بغداد، وسمعنا كثيرا عنها فأحببناها، وتعرفنا على البعض منها فأحببناها أكثر. فأنا سعيد جدا بكم اليوم، وشكري لاتحاد الأدباء السريان على هذه الدعوة والاستضافة. مجموعة العرس المدمع ما بين الوثيقة التاريخية والانتماء الروحي، حقيقة أنا قرأتها والكلام عليها كثير لأنها تحمل المآسي والأحزان. فعرس المدمع مجموعة شعرية ممكن أن نطلق عليها رثائية واستذكارية ووثيقة تاريخية واجتماعية وشعبية لتوثيق ذلك الأحزان والآلام التي مرت بها بغداد وغيرها من الأماكن، لتطلع عليها الأجيال القادمة بما حدث من وقائع وأحداث مظلمة، وربما يرجع إليها بعض المؤرخين حتى وإن لم تكن وثيقة غير رسمية. العرس المدمع، فكلمة مدمع تعني ملوث الدم، ملطخ بالدم، وجه مدمع، وهذا واقعنا مع الأسف. سورة الغلاف توحي صعود الأرواح إلى السماء وإلى الحياة الأبدية. المحزن فيها إنه صعود جماعي مأساوي يشبه ذلك العرس المدمع بلا ذنب. أما الإهداء كان خاصاً محدداً الذي بدأه الشاعر بشبه جملة جار ومجرور بصورة حسية بصرية تقوم على القراءة المباشرة، قائلاً: إلى أرواح شهداء قاعة عرس بغداد وكنيسة سيدة النجاة حافلات نقل الطلبة، القصف الهمجي خلال التهجير القسري غرق بحر إيجا. أما ما يخص النصوص المجموعة نجد الشاعر متنقلاً من حيث الزمن
بين الزمن الراهن وهو حاضرنا بما فيه من مصائب وفواجع وانكسارات، والزمن الماضي الذي يفتخر به بالآباء والأجداد كيف بنوا مجدا لنا وكيف بنوا مجدا لهم ولنا، والزمن المستقبل الذي يراه الشاعر بأنه سيعود بقوة وخاصة بخديدة لم تستسلم. هذا التنقل يعطي لنا ليس هناك استقرار لحياة طبيعية، فهو بين انكسارات الحاضر وبين أمجاد الماضي لرفع الهمة والعزيمة في مواجهة الظلم. أول نص في المجموعة عنوانه عرس مدمى، بدأها الشاعر بعبارة: دخل الجنح الليل عتمة سواده، وهنا كلمة الليل والسواد توحيان للظلم والحزن. ثم أخذ الشاعر يوصف تلك الليلة وما حدث بها، واختصر لنا الفاجعة بهذا الوصف الدقيق مستخدما الفعل الماضي: توقف الزمن، أفلت الكوكب الأزرق زيته، الحمائم غادرت، سقطت أغصان الزيتون، ساد الصمت المريع، ترجل من نافذتها 135 كوكبا. وكأن الشاعر يريد أن يقول لنا إن هذا ليس غريبا في بلدنا، قائلا: لقد تعلمنا أن نسمي الأيام بصفات المنية دون أن تكفن الأجساد في وطن مغمور حتى الثمالة بخديعة الحروب العبثية. شكرا جزيلا للأستاذ الناقد غالب العيان على هذه الدراسة المتميزة. وأستاذ غالب هو مواكب لكل نشاطات اتحاد الدبائر وكتاب السيان في عنكاوة، وله صداقات كثيرة مع أبناء هذه البلدة بشكل خاص الأدباء. الدراسة الأخيرة في هذا الاحتفال هي للشاعر رمزي هرمزياكو، وبالنظر لسفر الشاعر إلى أستراليا أرسل رسالة سيقرأها عنه الشاعر برزان عبد الغني. الدراسة بعنوان قصائد تنبعث من تحت الرماد. تفضل أستاذ برزان. كما يقول الأستاذ نمرود قاشا في كل نشاط أدبي: مساؤكم ورد وحب وجمال. اليوم كلفت من قبل الأديب المغترب رمزي هرمزياكو بقراءة الورقة النقدية المعنونة القصائد تنبعث من تحت الرماد للشاعر المحتفى به أبلح دياكو، لذا سأقرأها نصاً كما وصلتني من قبل الشاعر أبلح دياكو. إذا أردنا وصف مجموعة العرس المدمى للشاعر أبلح دياكو فسنجده بأنه يمتلك خزيناً معرفياً أدبي كبير، وقد استطاع استنهاض قصائده من رماد الألم بعد حادثة الهيثم المشؤومة، مضيفاً إليها الانطلاق من معاناة أبناء الشعب العراقي بشكل عام وشعبه الكلداني السرياني الآشوري بشكل خاص، والمذابح التي تعرض لها بعد عام 2003، وبالأخص حادثة باصات الطلبة ومذبحة كنيسة سيدة النجاة ومأساة القاعة المحترقة. وكنت أتمنى أن يتطرق أيضاً إلى أكثر من 1000 شهيد من أبناء شعبه نتيجة القتل على الهوية والطائفية والسيارات المفخخة خلال تلك الفترة. لقد استطاع الشاعر توظيف اللغة الشعرية المتداخلة مع الصورة في نسيج رسمه بعناية، ولأن الشاعر ما تزال تسكنه الآلام والمعاناة لشعبه وبالأخص في مدينته بغداد، فقد استطاع توثيق فترة التهجير القسري للعراقيين بعد احتلال مناطقهم من الدواعش الإرهابيين، وكان مهتماً بتسلسل النسيج الزمكاني في العديد من قصائده والتشبث بالوقت أحياناً مع تغيير المكان والعكس.
لقد استطاع الشاعر أبلح دياكو أن يطبع بصمته الشعرية في المشهد الثقافي بشكل كبير ويقدمها للقارئ ليعرف أسلوبه الشعري ولتكوين بلورة شعرية تنفجر أمام القارئ ليكتشف عالماً شعرياً يستحضر الحياة أمامه بماضيها الذي يرتبط بحاضرها والتخطيط للمستقبل. لقد وضع الشاعر أبلحت بصمته الأدبية بقوة على مستوى المهرجانات واللقاءات الأدبية على مستوى العراق، وكانت لقصائده بالسورث وبالعربي صدى كبير بين خيرة أدباء العراق وأيضاً شعراء من بعض الدول العربية. ومن أبرز مشاركاته خلال 2024 مهرجان أكيتو الثامن ومهرجان الحلة الثقافي وملتقى السماوة للثقافة والمعرفة الأول. أخيراً نتمنى للشاعر كل الموفقية في مشواره الشعري. شكراً للزملاء الذين شرحوا جسد النص وكتبوا ما في جعبتهم عن هذه المجموعة الشعرية العرس المدمى. ولا نريد أن نأخذ وقتاً من جعبة الشاعر، نريد أن نوفر له الوقت ليقرأ. قولوا لهم إن الخريف يمررها للشتاء ويضخ عروقها بنايات موقوتة بالصمت وكنائس تئن صراخاً. المنفى وحده عيون العاطلين عن النظر، لكن النور سعادة مختبئا والمسافة رضيع لا يتحرك. كلهم ابتعدوا، المحتفلون بالمنفى نوافذ للماء وأنا الملح حينما تبتلعني المدينة. سأقص لكم غيمة أولف بيث جومل. لم تنتهي أبابيلنا التي كومناها في مارق رياقوس. إن المنادي للجياع عطشان لهم. سطور عن الشاعر بلحت ياكو. الاسم بلحت جرجيس جبو ألطوني ياكو. الاسم الأدبي بلحت ياكو من مواليد العراق محافظة نينوى بغديدة 1957. عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، عضو اتحاد الأدباء والكتاب السريان. بدأ الكتابة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي. كتب العشرات من النصوص الشعرية في المجلات والصحف المحلية، منها صدى السريان، أوروك، المثقف الكلداني، المشرق، بغداد، الدستور، المدارات الثقافية، الكواليس الجزائرية، الاتحاد الثقافي، الصباح، مجلة المرايا للشعر والأدب، وسفروثة، وكتاب محرقة بغديدة، ونشر العديد منها في مواقع التواصل الاجتماعي. شارك في العديد من المهرجانات الأدبية، وكان آخرها مهرجان أكيتو السنوي 2024 ومهرجان الحلة الثقافي الأول 2024. قبل احتلال داعش لمدينته بغديدة كان على وشك إصدار مجموعة شعرية، ولكن من هول الصدمة توقفت عزيمته. وخلال فترة التهجير القسري عاد إلى الكتابة في مرحلة كان يشوبها الضباب، وقد نشر قسم من نصوصه الشعرية على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية. أصدر مجموعة شعرية بعنوان أغرد مع ظلي عام 2023، ولديه 3 مجاميع شعرية بالعربية ومجموعة واحدة بالسريانية قيد الطبع. أنادي الشاعر ليقرأ ما يتيسر له من العرس المدمى. لك إذن من ديك بادن ودماني معدن، لبش لي ندم بقينا نتباخخ واخدلخو يا سهدة بصخوثة لبا نصلخله روخن مسكيرة وماني مشلل ومدرمن المادم بلن بقاوح بهذا يومك وما اوف منخ يا دني كل ما تكبأخ السمخخ الأقلاثا اكتعسخ وقيمخ بش حزيقه، بس هذه نقلة طويلة قرمن بشلن أخش خاشة لك إذا عينك منقشالا لو جبوند على هيوة اوف منك يا بغديلي لملقول او قاند المبقاوخ لك بقت لك اجو بسم عالدنياثة اتقيمن بين القورواثة
كم أخوة قالت عدد ياثة مريرة سهل دخلوله ما يماثل كومه نقش البغدادي بايش خلول عزايا كل بيثة وزقاقة والنقش ناقوزة بقالة مريرة دق ورياثة اقصلخي البواثة اوف يا ام السهد بريخي كل ما ديك آسق يوم خاثة الماثة اتلن جرح خاثة. هذه الأمسية كانت عن المجموعة الشعرية عرس المدمى للشاعر بلحد ياكو. حقيقة كانت هذه المجموعة فيها مشاعر كثيرة، مشاعر الحزن ولغة الأسى، فهي جمعت كل الفواجع والانكسارات التي وقعت أو حصلت في بلدنا. فتطرق الشاعر على هذه النكبات، وتطرق على كل ما مر فيه من بلدنا من تهجير ومن مآسي. فكانت المجموعة مجموعة جيدة، تناولت المواضيع التي مست أو التي يعاني منها الآن المواطن الذي يبحث عن الأمن والأمان وعن وطن سعيد. ولهذا نجد في المجموعة تنوع الشاعر، يتحدث عن الشكوى ويتحدث عن الغربة وعن الهجرة، فأخذت عناوين كثيرة. وفي هذه المجموعة الجميل فيها تعتبر وثيقة تاريخية، حيث في نهاية هذه المجموعة دون أسماء الضحايا الذين وقعوا ضحية الإرهاب أو ضحية أي شيء آخر أدى إلى موتهم. مجموعة نبارك بها الشاعر، ونشكر الاتحاد الأدباء السريان على هذه الدعوة، ونتمنى إن شاء الله تستمر هذه الندوات الثقافية والشعرية. يزيدني الشرف اليوم أن أوقع كتابي المجموعة الشعرية المسماة العرس المدمى. هذا العرس لا يعني أحداث بغدادة، لكن كل أعراسنا كانت مدمى، سواء باصات الطلبة أو الخطف أو القتل أو سيدة النجاة أو آخرها قاعة الهيثم. بصراحة ظليت هاي السنة أكتب، أدون، أنقح، أرتب حتى أوصل للنصوص اللي تخلي المتلقي يكون تستحضر له الآلام مالتنا، لأن إحنا جذورنا مغروسة بالأرض وما ممكن أنه نترك هذه الأرض مهما تقيأتنا الأيام. وشكرا.